ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي نتوما لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير على خير، ما ناقصكم حتى حاجه ان شاء الله يا ربي الحبيب. مرحبا بكم معي فيديو جديد، نهار جديد وروتين جديد ان شاء الله يا ربي الحبيب. واحد الروتين هكا، روتين زوين، ونتمنى انكم كتستمتعوا نتوما كتفرجوا فيه وتكونوا هكا مرتاحين وهانيين في بالكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. المهم روتين من الروتينات اليوميه ديالي بغيت نبارطاجيه معكم، بما ان هذا الروتين هكا واحد شويه مميز كما بغيت نقولوا. المهم هذا الروتين البنات غنبدا في ظهري وغنكملوا لكم هكا ان شاء الله في الترويض. نشارك معكم النهار ديال الترويض. هذا الفيديو مصور بنهار الجمعه، نهار ديال الترويض، عاد غنكملوه عاوتاني في الدار. المهم انتم غتشوفوا كلشي هنا بالنسبه للبنات. هذا الفيديو نهار ديال الترويض، هاد السيمانه كلها كاينين عندنا ضياف في الترويض. الضياف اللي هما البنات واحد جوج، واحد العائله، ماشي جوج، واحد العائله قور، هما اللي كانوا شادين السونطر شحال هادي صراحه. دابا هكا شحال هادي ما جاو لعندنا، وجاو هاد العام، هما تقريبا كانوا كل عام كانوا كيجيو، وشحال هادي صراحه ما جاو. قالوا لنا يمكن شي 5 سنين دابا باش ما جاوش. ايوا دابا هاد العام جاو كاع يجلسوا سيمانه وهكا. تقترح اننا هاد السيمانه كلها كل نهار هكايا غيكون نقيو لهم هكا كاسكروط، فهمتوا؟ كاسكروط. ايوا انا اقترحتني هكايا سميره المروضه، اقترحتني نكون زعما قالت لي الا كان ممكن كتجيبي لنا شي حاجه كاسكروط. انا وواحد السيده اخرى، يعني اقترحت جوج من كل عشيه، فهمتوا؟ ايوا صافي قلت لها مرحبا على الراس والعين الله ودي. وصافي غنبارطاجي معكم هكا الشهوات اللي غندير، غنبارطاجي معكم النهار ديالي كامل ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لهاد الدخله اللي درت لكم البنات، نسيت ما درتش المقدمه للفيديو، تا صورت وساليت فاش جيت نمونطيه وانا نلقاه ما كاينش المقدمه. وقلت ما فيا اللي يعاود يصور، خديت لكم هي لقطات كامل الفيديو ايوا ودرت لكم بها المقدمه. المهم نتمنى انكم تقبلوا عليا وصافي، غير باش نهضر داكشي المقاطع زرمتهم باش نهضر فيه. المهم هنا نبداو على بركه الله. بالنسبه شنو غندير هنا، غنصاوب البنات العجين المورق. غندير واحد المملحات بالعجين المورق يجيو تقريبا بحال الشكل ديال البسطيله. انا احتاج بالنسبه للعجين نص كيلو ديال الطحين، 4 كاس ديال الزيت، 2 معالق تقريبا ديال الخل، معلقه سنيده والملحه. صافي وغنجمع العجين ديالي بالماء بارد. انا سميتو نعجنوه بالماء بارد، الماء بالروبيني، واخا يكون الحال بارد البنات قيو العجين عجنوه بالماء بارد، ما سخنوش نهائيا الماء، لان اصلا العجين المورق ضروري كيكون خصو يكون بارد، واصلا ما خصوش الماء سخون. واصلا فاش كنصاغبوه يعني خصنا على الحراره كل شويه خصنا نقيوه في الثلاجه، حيت كيكون فيه الزبده بزاف، لانه ديك الزبده هي اللي كتورق لنا العجين. الا مشى تدابث ما كيبقاش مورق. المهم يعني كله هو كيتخدم بحال بارد كما كنقولوا. صافي هنا جمعت العجينه ديالي تقريبا واحد الكاس ونص هكاك ديال الماء، لقيتها هنا على سطح العمل. نحاول انني هكا نعجنها واحد شويه باش هكا نولي لي هكا متجانسه كما كنقولوا. صافي غنغلفها بلاستيك وغنقيها في الثلاجه. ندوز هنايا منين غنقيها هي في الثلاجه نخليها ترتاح تقريبا هي واحد 10 دقائق هكا، نخليها ترتاح. ونجيب الزبده ديالي اللي غنورق بها. بالنسبه للزبده اللي غنستعمل انا كنستعمل الزبده ديال اطلس، يعني جربت بزاف ديال الانواع، وهذه صراحه هي اللي كتنجح معايا العجين المورق. المهم هذه هي فيها كيكون فيها نص كيلو، كنحاول انني نقسمها على جوج، ونحاول انني هكا يعني ندير ربعه لان في نص كيلو الطحين كتدخلنا ربعه ديال الزبده. صافي انا نجيبها نقيها في وسط واحد الكاغي ديال الزبده، ولا خدموها ما بين وسط بلاستيكه. نضربها في الاول بالدله هكا لانها كتكون شويه قاصحه. صافي حتى كنشوفها طرحت لي هكا، عاد نبقى ندلكها ونبقى نحاول انني نجيبها هكا على شكل مربع. نطوي هكا العجين من الجنب ومن الجنب، وصافي كنقيها على شكل مربع. صافي غندخلها حتى هي مور العجين للثلاجه تقريبا واحد 10 دقائق، ونخليها هكا ترتاح. صافي وندوز باش سميتو باش نورق العجين ديالي ان شاء الله يا ربي الحبيب. بالنسبه لطريقه التوراق ولا بالنسبه لهذا العجين المورق كامل، بالنسبه للبنات اللي متبعيني شحال هادي كنظن انهم شايفين الطريقه، بارطاجيتها معكم ما مره ما جوج، وبالخصوص في رمضان. انا كنستخدم بزاف هذا العجين المورق.
وداكشي علاش راني بارطاجيتها معكم مره ما جوج، ولكن دابا كتدخلوا معنا بنات جداد وداكشي قلت علاش لا ما نعاودش معكم هكا الطريقه. المهم فاش كيرتاح العجين كنجيبو كنساعدو هكا كنعاونو بالطحين باش نطلقو. كنحاول انني نطلق هكا العجين ديالي على شكل مستطيل. انا هنايا الكسوه صراحه كانت كتعذبني، يعني نصور معكم غير شويه ونحي ونقطع ونقفض اختي على يدي ونطلقها انتما باش تشوفوها في الاول. كنت كنطلقها قطعت وقفدت على يدي ودلكتها مزيان، بالخصوص ان الكسوه كحله وعرفتي كي كتولي بالطحين وكتجرجر. صافي كنحاول انني نصور معكم هي لقطات، راه الفيديو باين ماشي ضروري انني نصور لكم داكشي بالتفصيل. المهم هنايا كنطلقوها على الطول وكنديروا الزبده في الوسط وكنتنيو الجهه الفوقانيه ونعاودوا عاوتاني الجهه هذه الفوقانيه كتكون خاويه اللي كنطويوها، والاخرى كيكون فيها العجين كنطويوها عليها. صافي كنديروا العجين ديالنا على الطول. دائما الطويه اللي كنطويو داك فين سد العجين كتبقى على يدنا اليمين، دائما كتكون على يدينا اليمين. صافي كنحاول انني هنا نطلقها بالطول ونعاود عاوتاني نطلقها بالعرض. هنايا هانتوما راني محنه مع كمامي والله الا محنه معاهم حيت البيجامه شويه واسعه من يدي. صافي هنا فاش طويتها هكا فاش طلقتها عفوا مزيان كندير التور الثاني كنديروا الطرف في الوسط والطرف في الوسط وكنطويوه كامل. ودائما فوقاش ما نطويو ديك الطيه كنديروها على يدينا اليمين. كنبقى هنايا نضرب هكا يغيب شويه تنشوف هكا الزبده دخلات مع العجين، عاد كنحاول هكا نطلق. صافي كنبقى نطلقها عاوتاني مزيان هنا. واخا نقلبوا العجين نطلقوه بالجهه الاخرى، فاش كنبغيو نديرو التور كنقلبوا ديك الثنيه كنقلبوها الجهه ديالنا على اليمين. دائما كنعاود نفس التور كنطوي الطاويه الوسط والطاويه الوسط، يعني كاين جوج طاويات، كاينه الطاويه هذه والطاويه الاخرى اللي كنطويو النص في النص وعاد كنطويوها على جوج. فهمتوا؟ يعني جوج طاويات، الطاويه الاولى كنعاودوها جوج مرات والطاويه الثانيه كنعاودوها جوج مرات. صافي يعني راه ساهل. صافي هنا فاش عاودت الثانيه جوج مرات هذه انا عاودها جوج مرات عاوتاني غنطلق ونعاود الاخرى فاش غنعاود غنسالي فيها. واخا كنعاودوها 3 مرات ولكن هذيك هي المساليه. صافي هنايا كنحاول هكا نطلقها عاوتاني شويه وكندير لها الطاويه العاديه. هانتوما كنطوي هذه على هذه كنطلقها غير شويه وغنقطعها ونوريكم هكا التوراق ديالها كيفاش كيجي مورقه ورقه على ورقه. يعني كتجي طبقه العجين وطبقه الزبده، طبقه العجين وطبقه الزبده كتجي صراحه ناجحه مليون في المية. صافي انا هنايا غنوريكم التوراق ديالها نغلفها في بلاستيكه ونديرها في الثلاجه وندوز باش نصاوب معكم هكايا العماره ان شاء الله يا ربي الحبيب. وهانتوما معي. بالنسبه للعماره البنات اللي غنقي عندي هنايا الربيع قزبر ومعدنوس غنديرو هنا في الهاشوار. غنقي عليه هكايا هنا تومه. نتوما شوفوا يعني كما قلت لكم انا هذه غتكون ان شاء الله بحال العماره ديال البسطيله ديال الدجاج بالنسبه للحوت بحال هكا. هذه هي العماره اللي صراحه بغيت ندير، بغيت هكا تكون هكا فيها واحد المذاق زوين. ما بغيتش صراحه ندير العماره الاخرى ديال البسطيله ديال الدجاج العاديه، قلت اللهم ندير هذه احسن. غنزيد هنا البنات الحامض مصير نتوما نقطعو هكا. غندير كلشي في الهاشوار البنات وغنطحنو. نتوما تشوفوا الطريقه. بالنسبه للعطريه اللي غندير هنايا خرقوم. انا المعلقه عندي صغيره داكشي علاش تشوفوني ندير جوج حتى 3 المعالق يلا كيساويو معلقه صغيره. هنا السودانيه ما فيهاش معلقه ديالنا. ندير هنا واحد هكا هي شويه حيت نخاف يكون ما كيعجبهمش الحار ما نعرف التحميره. ندير هنا واحد المعلقه عاوتاني صغيره. هذه راه هاي معلقه صغيره، المعلقه هذه صغيره. هانتوما شوفوا ها شتي صغيره المعلقه صغيره مع العاديه. ندير هنا التوابل ديال السمك. عندي هاد التوابل هادو خاصين بالحوت بالبسطيله ديال الحوت ولا. ندير البنات الابزار الابزار غندير غير معلقه حيت الابزار انا عندي هذا بحال كديروا السودانيه حار لواحد الدرجه ما تصورش. ندير هنا سكينجبير، واخا الشمره الحوت ما كنديروش فيها سكينجبير ولكن عندنا الدجاج ضروري ما نديرو سكينجبير. ندير هنا شويه ديال الصوجا صافي. مازال غنزيد غير دابا درت غير شي. صافي غنطحن البنات هادشي في الهاشوار، غنطحنو كامل في الهاشوار ونرجع نكمل معكم باقي المقادير. صافي هنا من بعد ما طحنت البنات هاد الشرموله ديالي وعرفتوا يا البنات طالعه منها واحد الريحه. كنجيب مغروف باش نهبطها واحد الريحه يا البنات.
لا لا لا، ما كرهتكمش تكونوا حدايا وتشموها. شوفوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله. والله الا واحد الريحه يا البنات طالعه منا، عرفتي كتحمق كتحمق كتحمق. والله الا انا هاد البسطيله هذه ولات عندي مفضله. نمشي نشلل هذا بالماء ونجي نكبو هنايا. هانتوما ها هو شللته، غنكبو هنا. درت هنا الماء الكافي اللي غيطيب لي فيه الدجاج. ها هو عندي البنات هنا الدجاج صافي صافي. هادشي ما درتش على البنات الملحه، الصوصوجه مالحه، الحامض مسير مالح، كلشي مالح. الا عندكم البنات حتى كنور ديال الحوت ديروه، كيعطي واحد النكهه غزاله. انا مازال غنزيد هكا الصوصوجه شويه. هانتوما طحنت شويه وشويه غنديرو هنا صافي. غنسد عليها وغنخليها حتى طيب لي هكا الدجاج وتعقاد لي هاد المريقه وصافي. في الاخر غنسلق الشعريه الصينيه نقطعها ونزيدها عليها. المهم حتى نبغي نزيدها عليها ونقول لكم عاوتاني شنو غنزيد. يلا طيب ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما طاب لي الدجاج ديالي في داك الشرموله كما كتشوفوا. هنايا كنت ديجا سلقت هكا الشعريه الصينيه، طحنت البنات في الهاشوار. انا كيعجبني نطحنها في الهاشوار باش هكا كتجيني مقاده، ما نقطعها لا بموس لا بمقاس لا والو، كتجينا كطحن في الهاشوار احسن. زديت لها هنايا داك الصوص الصوجه كتزيد تبننها صراحه، لان انتم عارفين الشعريه الصينيه فاش كنضيفوها على شي حاجه كتبسل واحد شويه داك الشرموله ولا شي حاجه كتبسل داكشي اللي ضفت عليها انايا الشعريه الصينيه. وغنزيد على هاد العماره اللي عندي وغنخليها واحد شويه طبقه هكا باش داك الماء ينشف صافي. وغنحيدها من فوق البوطه. عرفتوا البنات وقسما بالله الا هاد العماره وبنينه واحد اللذه فيها خطير. عرفتي شنو هي خطيره جات كتحمر. هانتوما من بعد ما نشفات لي البنات وهي سخونه كنزيد عليها هكا الفرماج محكوك كيعطيها واحد التعليكه يا البنات واعره والله الا جات كتحمر. المهم هنا صافي غنخليها هي تبرد واحد شويه وندوس باش نطلق هكا العجين. جبت العجين من الثلاجه وطلقته وغنقطعوه هنايا بهاد الدائره هذه كما كتشوفوا، لان كما قلت لكم انا غندير الشكل بحال ميني بسطيلات. غندير البنات هادو غنقطعهم هكا دوائر ياك، وغنشدهم نحيد بعد العجين اللي زائد نديرو شي على شي وغنديرو في الثلاجه باش هكا عاوتاني نعاود نطلقو يعني ما كيخسرش. وهاد الدوائر اللي طلقتها البنات غنجيب الدلاك ونعاود نسرحهم وندير في وسطهم العماره ونسد عليهم بحال كنسدو هكا مخمرات بحال هكاك، وغنديرهم في اللاطه وغنبرك عليهم. فاش كنبرك عليهم البنات في اللاطه كنشدهم وتا غنساليهم كاملين، كندهنهم هكا بالبيض وكندير فيهم تقيبات. كنتقب باش العجين المورق ما يتفرقعليش، كنتقبها من الفوق وكندخلهم الفران يكون سخون مزيان. فاش ندخلوهم نقصوا عليهم شويه العافيه نخليوهم حتى يطيبوا مزيان ويتورقوا ويديروا لنا داك الفويطاج صافي. وكنخرجهم فاش غنخرجهم ندير عليهم واحد شويه ديال الفرماج من الفوق ونعاود نخليهم في سخونيه الفران باش يذوب عليهم داك الفرماج وكتقدموهم بصحه وراحه. انا هادشي كامل اللي كنعاودكم ما صورتكم حتى حاجه منه باش نجيكم نيشان. والله يا البنات الا تدركت واحد الدركه لا يوريكم، لاني خرجت تسخرت ودخلت يعني انا صورتكم هي شويه وصاوبت هادشي. مازال عاوتاني صاوبت واحد الكيكه بالمغليان هذيك ما بارطاجيتهاش معكم كاع لانني يلا بارطاجيتها معكم ما شتا بزاف، يلا بارطاجيتها معكم فاش كانوا جاو عندي الضياف يعني ما قلت بلا ما نعاود نحطها لكم دابا. وعاد البنات جاء اسحاق مع الوحده قالتوا له خصني نغديه باش يرجع من دراسه وداينه عاد مشيت طرفت لها وبدلت لها حتى عندها الترويض وعاد بدلت انا يعني كنت مدروكه قسما بالله الا ماشي مدروكه وخصني نمشي دغيا قسما بالله الا كان عندي الماراطون والتصوير كياخذ الوقت البنات زعما ماشي نكذب عليكم التصوير كياخذ الوقت بزاف. داكشي علاش كنقول لكم سمحوا لي ما صورش معاكم. المهم يلا صورت معاكم شي لقطات كما قلت لكم وصافي تنتلاقاو ان شاء الله هكا في الطوموبيل منين نكون ماشيه للترويض وتا غنرجع ان شاء الله من الترويض عاد عاد نبارطاجي معكم هاد المملحه اللي درتهم هما صغيورين غنبارطاجيها لكم على شكل مملحه كبيره حيت بقات لي انا العجينه وبقات لي العماره درتها على شكل مملحه كبيره وغناكلوها حنا. المهم حتى نكمل معكم يبقاو الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا كلشي ان شاء الله. هنايا البنات حنا شاده الطريق ماشيه للترويض قسما بالله الا المرض اللي درت انا عرفتي جري والله الا عييت قسما بالله ما صورت معكم لا ديك بحال بسيطله صوت واحد الكيكه ديك الكيكه اللي عاد بارطاجيتها معكم ما بغيتش نبارطاجيها معكم دابا باش ما نزيدش هذيك الوقت. كيكه بالماء غليان هذيك اللي صاوبتها هي صاوبتها هنايا درتها بلاطو وديك الميني تقريبا بحال بسيطلات ماشي بسيطلات ولكن
مورقات هكا بالعجين مورق وصافي. هما درتهم هكا في البلاطو هما اللور. غنمشي دابا ندوز عند عكوزتي، والله الا ماشيه معطله، ندوز عند عكوزتي نهزها هي وتسنيم ونمشيو حتى نوصلوا ان شاء الله للترويض، ونصور لكم البسيطلات ولا مملحات كيفاش جاو، ونوريكم عاوتاني الكيكه اللي درت وصافي. المهم نتمنى انكم تقبلوا عليا وصافي. هذا النهار والله الا ملي كيكون جري مع كنلقى كندير نصور زينو ليز واحد الكاميو حدايا. ايوا صافي البنات هذا مكان، يلا نخليكم حتى نوصل دابا للترويض ان شاء الله. وديك الساعات حيت واحله كي غندير الكيكه ها هي شفتو مع فيها الكريمه من الفوق، مع كي غندير نهزها والبسيطلات خلاص درت لهم السلوفه راهم اللور ما غيبانوا لكم شراهم شفتو هذوك درت لهم السلوفه اللور، ولكن هادو حطيتهم حدايا حتى نقول لعكوزتي دقيها في يده ديرها زعما على حجره حتى نوصلوا لتما ونشوف كيفاش باقي صراحه باش نهزها. المهم هانتوما معايا في هذا النهار ان شاء الله، نتمنى لكم تقبلوا عليا وصافي. يلا خليكم حتى نوصلوا ان شاء الله للترويض ونكمل معاكم. وهنايا من بعد ما وصلت البنات للترويض خلاص كانت رودينه دارت الحصه ديالها للترويض. رودينه تسنيم حتى هي دارت الحصه ديالها، تسنيم وقفات. رودينه ما بغيتش ندير لها داك البونجا، قلت راه خليها كتلعب مع الوليدات. كانوا دايرين لهم هنا الطبله، دايرين لهم العجين، دايرين لهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كيصاوبوا لهم فراشات وكيلصقوا فيهم ديك الستيكرزات، كيرسموا كيلونوا. وديك العقيق اللي كتشوفوا في اليد رودينه حتى هما صاوبوهم لا صاوبات ولا المديره ديال النيشان هي صاوبات لها واحد ليها واحد للتسنيم صراحه غزيه ولداك العقيق. وصافي كانت هنايا مع هاد الوليد. هاد البنيت هادي عاوتاني سميتها ماها، حتى هي تحيه ليها من الفيديو، هي وامها يسرى تحيه ليهم من هاد الفيديو. الله يحفظها يا ربي والله يشافيها يا ربي ويخليها لماماها. هنايا عاوتاني رودينه هي كانت صاوبات لها داك القوريه فراشه وقالت لها كنلصقيها بالستيكرزات، وبقينا كنخربقوا انا وياها كنلصق لها. تسنيم حتى هي ما صورتها لكمش، حتى هي صاوبات لها فراشه وداتها هكايا سميتو عطيتها للوقاف لان هي ما جلستش على الطابله، كانت في الوقاف ديت لها الفراشه ديالها صاوباتها. ما حتى هي كتلصق تبارك الله الفراشه ديالها بالستيكرزات. ايوا صافي انتما كتشوفوا كتلعب رودينه بالعجين كيعجبها ديرها كالعجين ودلاك وصوبت هكا الشكيلات. ايوا المهم فرحوا صراحه الوليدات، الله يجازيهم بالخير والله يجعلها في صالح الاعمال ديالهم كما كنقولوا. صراحه واحد العائله قوريه اللي غزاله ظريفين لا هما لا وليداتهم، كيتعاملوا مع وليداتنا بحال ولادهم. عرفتي والله الا الله يكبر بهم. والله الا شحال هادي مساكن ما جاوش شي 5 سنين كما قلت لكم ما جاوش. ايوا ودابا مساكن عاد جاو هكا لعندنا، الله يفرحهم كما فرحوا هاد الوليدات. وهنا كانت هاد الرسمه هذه كما كتشوفوا كبيره، قالوا زعما كلشي هنايا كلشي خصو الامهات والاباء خصهم يلونوا. ايوا انا البنات ما لونوش، قالت لي سميره قالت لي سيري انت لوني. ودزت انا كنلون وصورتني واحد السيده. انا في الاول كنت كنهضر مع داك واحد الوليد ولدهم داك الكور، قال لي واش زعما ماشي مشكل نصورك؟ قلت له لا خذ راحتك انا دنياني اصلا انا عندي شي اليوتيوب يعني راه عادي يصور. ايوا كان هو كيفيلمي بالكاميرا ديالو وانا صورتني هاد اللقطه صاحبتي كما قلت لكم بالتليفون هكا باش نحطها لكم. ايوا صافي درت انايا تما الطابع ديالي كما كنقولوا لونت هكا واحد شويه. انا نوريكم داك اللوحه كي دايره واحد اللوحه كبيره هكايا كيلونوا فيها هكا الامهات والوليدات وكلشي المروضات كلشي هكا لون فيها. انتم انا صافي غنوريها لكم. ها هي البنات شوف تبارك الله كي دايره كبيره عامره. دابا بحال هذه غيشدوها يقدروا واقيلا يلصقوها في السونطر باش بحال تبقى ذكرى. وصافي هنا البنات دخلوا لواحد القاعه اي سميتو دخلوا هكا الوليدات اي عاودوا لهم قصه واحد القاعه هكا وكيظلموها وكيسدوا. انا دخلت قلت له واخا نصور ماشي قال لي ماشي مشكل. دخلت هكا هزيت التسنيم ورودينا كما شفتوها جالسه. انا نخليكم واحد شويه واحد المقطع هكا تسمعوا القصه وديك الساعات نكملوا. ومنها الضخم والهزيل جميع أنواع الحيلة، أي أنهم مختلفين من حيث الحجم والسن ولكن متشابهين من حيث اللون. إيمير كان مختلفا لأنه كان المهم خليتكم غير شويه اللي بالصوت. المهم هنا هذا الوليد هذا هو القوري هو وخوه كيلبس وحده هذيك في راسو بحال البوله وكيدير التليفون حداه كيحكي القصه بالعربيه واخا انهم قروا راه ما كيفهموش العربيه، ولكن حقاش عارفين ان احنا مغاربه وعرب داروا هكا القصه بالعربيه وداير هكا الكتاب في يدو. يعني القصه كيتحكى وهو كيقلب هكا الورقه يعني داك الشيء اللي مكتوب في الكتاب كيتعاود هكايا بالتليفون. انا كنت كنصور لكم تسنيم المشاغبه كنديرها في حجري لانها ما بغاش تسكت.
يا صافي عجبها الحال هنايا وعجبوهم الحال الوليدات كاملين صراحه. دوزنا وقيته غزاله والله ما سخينا صراحه، دوزنا كعشيه زوينه في الترويض. الله يجازيهم بالخير ولا يخطيهم على هاد الوليدات من انا وكل عام يجيو صراحه. والله الا اصلا توحشناهم حيت كنا موالفين هكا كيجيو لعندنا وكيديروا الانشطه الموسيقى ويضحكوا هكا مع الوليدات وبزاف ديال الحوايج. اي والله يجازيهم كل خير يا ربي الحبيب. صافي هنا من بعد ما غيسمعوا لما هكا القصه صافي غنخرجوا باش نمشيو بحالنا حيت كنا صافي سالينا الترويض. انا صورت لكم هكا شي لقطات هنا من هاد الوراق هادو، هاد الوراق ديال الوليدات ديال الترويض. الوليدات هكا اللي مرادين اللي كيديروا الترويض كيعطيوهم يا اما يلونوا يا اما يخربقوا اي حاجه، وداروا لهم هكا بحال شي طابلوات هكا كيعلقوا على ما نتوما شوفوا واحد الديكور صراحه زويون. وصافي هنا اختكم منين جات من الترويض واخا مدقدقه واخا قياله الماراطون قلت ضروري ما نصاوب، لان هاد المورقه هذه ما كانش كلاها راجلي فضروري قلت كنصاوبها له باش يذوق حتى هويا واسحاق حتى هو ما كلاش. المهم العجين المورق كما قلت لديك الصغيره قلت لهادي طلقته كبير عمرته في الغوص وجمعته ودرته هنايا في المقله كما تشوفوا وتقبته كما قلت لكم انا قبيل. قلت لكم انا نوريكم كلشي بالتفصيل. تقبته هنا بالعويد ودهنته بالبيض ودخلته يطيب البنات في الفران. دخلته يكون الفران سخون ونقصوا له شويه العافيه باش يطيب مزيان قبل ما نخرجوا. هنايا كنت درت عليه شويه ديال الفرماج محكوك باش يذوب. والكيكه ديال الماء هي كما كتجي هي كتجي واعره. حطيته لهم البنات مع بريرات ديال اتاي صافي. هذه قلت لكم هذا قلت لهم هذا كسكروط عشا ما غنعاودش صاوبكم حتى حاجه. اصلا نهار كامل وانا واقفه والترويض وجيت مدقدقه مهلوكه يلا صاوبت لهم هذه مع ديك الكيكه صافي وكلينا. والله الا البنات كليناها وشبعنا. انا غنخليكم كتسمعوا الصوت ديال القرمشه ديال الفطيره ديالي. سمعتوا البنات كيفاش كتجي مقرمشه خطيره وكتجي عامره بديك العماره ولا الا كتجي فنه. انا قلت لكم في الترويض كلشي صراحه حماق عليها لا هي ولا الكيكه د الماء اللي كنت بالكيكه المغليه حتى هي كتجي خطيره صراحه. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، نتمنى انكم كنتوا استمتعتوا معايا، نتمنى انكم هكا دوزتوا وقيته معايا زوينه. لهلا ختكم شكرا للدعم ديالكم اللايكات ديالكم. نتمنى ان الوصفات ولا الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. دابا انا نضرب لكم موعد الى فيديو قادم نخليكم دابا. بسلامه عليكم وسمحوا لي كلا طولت عليكم الفيديو. المهم نتمنى انكم كتفرجوا فيه حتى الاخر. يلا بسلامه عليكم خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله.